مع بداية الصيف النمل بدأ يظهر عندي في المطبخ، وعملت خطة كده محكمة علشان اقضي تماما عليه. وانتوا عارفين ان انا مش بحب اخلي المواعين بالليل، لازم اغسلها اول باول، اي حاجة على الرخامة لازم انضفها قبل ما انام، اي بواقي اكل لازم تتشال تماما، كمان الباسكت لازم يخرج بره المطبخ خالص علشان النمل ما يرجعش ابدا خالص. كمان عملت معاكم الخلطة السحرية اللي رشيتها في كل البيت تقريبا كوقاية ليه، كمان حطيته في مية المسح لمدة اسبوع، كنت بمسح يوميا البيت، والحمد لله بفضل الله مع تشغيل القرآن في المطبخ والبيت ما بقاش فيه ولا نملة حرفيا خالص. وفجأة كوبس النور يفرقع والولاد تصوت، واتصلنا بكهربائي بسرعة، واكتشفنا ان النمل مستخبي جوه الكوبس، وما ينفعش طبعا نرش السائل اللي احنا عملناه فرشناه بده. وده كان المنظر تاني يوم، الرخامه حرفيا ما كانتش باينه من كميه النمل الميت. هو ما استسلمش وحب يهرب، فمعرفش يخرج من هنا فخرج من هنا، فكان لازم ارش كل كوبس موجود في البيت، وخصوصا اللي بيبقى فيها فتحات عشان ما يقدرش يهرب فيها تاني. حبيت اقول لكم التجربه عشان هو كان مستخبي وكان مستني الفرصه ان هو يخرج تاني. فلو قضيتوا على النمل وظهر عندكم تاني، دوروا كده في اماكن ما تكونوش متوقعين ان هو يظهر منها، ولو في حاجه زياده بتعملوها عشان تمنع ظهور النمل يا ريت تكتبوها لي في التعليقات.